بكم في هذا الفيديو. سنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو أول جلسة علاج نفسي. يشعر الكثير منا بالقلق والتردد قبل أول جلسة، لذا سنجيب على جميع أسئلتكم ونقدم لكم نظرة شاملة على ما يمكن توقعه. لماذا تعتبر الجلسة الأولى مهمة؟ الجلسة الأولى هي بمثابة مقدمة لك وللمعالج النفسي. هي فرصة لك لتوضيح الأسباب اللي دفعتك لطلب المساعدة، وللمعالج لفهم حالتك بشكل أفضل وتحديد احتياجاتك العلاجية. ماذا يحدث في الجلسة الأولى؟ التعارف. تبدأ الجلسة بالتعارف على المعالج النفسي، وسيسألك عن أسباب مجيئك. استكشاف المشكلة. سيسألك المعالج عن المشكلة التي تواجهها وكيف تؤثر على حياتك اليومية. تحديد الأهداف. ستعملان معا على تحديد الأهداف التي ترغب في تحقيقها من خلال العلاج. خطة العلاج. سيعرض عليك المعالج خطة علاج مخصصة لحالتك، تشمل عدد الجلسات والتردد والتقنيات العلاجية المناسبة.